يعني تمام كده كده حاجة فرخ من الآخر. ما نتكلمش بقى تاني. يلا اشوفكم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. يلا لايك وشير وسبسكرايب. واو جماعة، انتوا لو رحتوا يعني شايفين مثلا الطبق 30 اكتر، والله اكتر. يا جماعة ان ماما شغالة في بتاعة ايس كريم. والله يا جماعة انا محلت صراحة انا عايزة ادوق. ايه ده ماما الشوكولاتة دي مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه حقيقي. يعني لساني عاجز عن اي كلام يا جماعه بجد. بجد يا جماعة الموز خطير جدا. الله الله ممكن الله ندوق الله. الفانيليا. طب ما تيجي كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونعرف الطريقة هنعملها ازاي، الطريقة الجميلة اللذيذة دي. طبعا يعني هنقول ان الايس كريم يعني حليب مكثف، واحنا مش هنروح بقى نشتري حليب المكثف ونقول احنا بنوفر، لا احنا هنعمل حليب المكثف في البيت. هجيب كوباية حليب كده زي ما انتوا شفتوا او كوباية لبن وعليه ربع كوباية من السكر، وهنيجي على النار. عايزين تضعفوا الكمية اضعفوها براحتكم خالص. بس عايزة اقول لكم المكونات اللي انا عاملاها دي عملت لي كمية حلوة قوي زي ما انتم شفتوها كده في اول الفيديو. هفضل حاطه اللبن دوت بالسكر كده يعني تقليبه كده حلوه على النار. انا بشتغل بحليب طبيعي علشان يديني نتيجة حلوة. هنزل كده بعد 10 دقايق من التقليب، هنزل كده بباكو فانيليا. تمام. عايزة تشتغلي باللبن معلبات اشتغلي، بس في الحالة دي هتحط معلقة كبيرة من اللبن البودر. بعد ما تخلص خالص بقى كده وتقعد تغليلها 10 دقايق ربع ساعة، هننزل بمكعب زبدة صغير. وممكن برضو نلغي مكعب الزبدة لو احنا حاطين حليب مكثف، او لو مش موجودة اي نوع زبدة موجود عندك حطيه. خدت قد ايه على النار الحليب المكثف؟ يعني على حسب الكمية اللي انت عاملاها. كوباية ديت قعدت معايا ربع ساعة على النار. تمام. طبعا اول ما بيغلي بوطي النار خالص، ما بيخلص كده بفضيه في بولة وهغطيه طبعا علشان وشه ما يعملش وش ويبرد خالص. ولا اما ادخله التلاجة لا اما اخليه بره يبرد خالص، مش هينفع ان انا اشتغل بيه وهو سخن خالص. فهسيبه كده على الرخامة يهدى شوية وانا حطيته في الفريزر. هنجيب بقى كوباية من الكريم الجانتيه وربع كوباية من الكريم البستري او معلقتين كبار من البستري، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. وطبعا الحليب طبعا يكون مسلج. طبعا زي ما قلت لكم بشتغل بلبن طبيعي. يبقى حطيت كوباية كريم جانتيه نوع المتحدة. انا بستخدم يا جماعة نوع المتحدة، استخدمت انواع كتير بصراحة والله العظيم، حتى في التورتات او اي حلويات يعني ما فيش احسن من المتحدة ده. وعن تجربة بجد هيضعف معاكم الكمية وهيدوكوا كمية حلوة جدا جدا. فياريت كده لو بتستخدموا عايزه كريم جانتيه يطلع معاكي حلو وما يسحش معاكي حتى في الحر، اشتغلي بالمتحده حتى لو هو غالي شويه، بس مش مشكله. انا جايبه يعني انا جايبه الكوبايه دي كده كانت تقريبا مش عارفه ب10 جنيه او ب20 جنيه، يعني شويه دولت هم جم يا دوبك كوبايه. والكريم البستري ب5 جنيه هيكفيكي او معلقتين حلوين قوي. نقدر نستغنى عن الكريم البستري؟ نقدر نستغنى عن الكريم البستري، بس عايزه اقولك ان بيديكي نتيجه حلوه جدا مع الكريم جانتيه، وبيديكي طعم حلو قوي. فلو قادره تجيبيه هاتيه، مفيش مشكله، ب5 جنيه هيكفيكي. وحطينا معلقه اللبن بودر برضو، دي اختياري لو مش عايزه تحطيها، هو كان موجود عندي فقلت اعزز بيها الطعم. ما حطيتش سكر لان البستري فيه سكر، والحليب المكثف اللي انا لسه هحطه فيه سكر، ولكن حسيت ان هي محتاجة سكر فحطيت معلقتين كبار من السكر، سكر بودر. لو انا هضيف على الكريم جانتيه وعندك سكر بودر يا ريت تشتغلي بيه. الحليب بقى بنزل بيه حبة بحبة تدريجيا كده. خد مني قد ايه؟ خد مني 2.5 كوباية.
اللبن أثر معايا يعني خلص، فاستعنت بشوية مية عادي خالص، مفيش مشكلة. انا كده كده حاطة لبن بودر، وكمان كده كده بستخدم اللبن طبيعي، فمش هيأثر معاكي في الطعم خالص. خلاص كده بقى انا حطيت الحليب المكثف ده في الفريزر لمدة 5 دقايق عقبال ما خلصت، وطلعته كده. هحطه بقى على على الكريم جانتيه. اقسم بالله ما في اسهل من ان انت تقفي تعملي شويه ايس كريم لولادك. هتروحي تشتريه، بيخش في اي مكان بيجيبوا البوله الواحده دلوقتي يا جماعه عامله 20 و30 جنيه. تخيلوا بقى الكميه دي، ويقعدوا بقى ياكلوا فيها زي ما هم عايزين. ضربنا ضرب حلو قوي لحد ما ضاعف معايا الكميه. اي فاكهه عندك عايزه تعمليها وتخطر على بالك اعمليها. انا جبت كده، كان عندي كيس فراوله صغير كده، فطحنته كده، طلعته اديته شطفه كده، وعملته في الكبه من غير اي ميه ولا اي حاجه خالص. وحطيت يعني عشان تظبط معاكي كميه الايس كريم، انا جبت البوله دي اظبط بيها على قد حجم الفاكهه، على قد حجم الجيلي، سوري الكريم جانتيه. تمام، هنديله تقليبه كده، يعني كنت بحط بوله ومعلقه، بوله ومعلقه. كان بصراحه مظبوط جدا جدا، والله العظيم مهما احلف لكم قد ايه الطعم ده هقول لكم في اخر الفيديو. تعالوا كده علشان خاطر تعرفوا اني بجد بجد لما ام هيا بتجرب حاجه وتطلع حلوه بتنبهر بيها. ببقى عايزه الكل يدوق منها، ببقى عايزه الكل يشوفها ويعمل لاولاده زيها. اقسم بالله العظيم دي مشاعري ناحيتكم. فياريت نجرب الطريقه دي، كوبايه كريم جانتيه مع كوبايتين لبن، مع الاضافات التانية ما هياش قصة، يعني لو قدرنا نستغنى عنها هنستغنى عنها. هتديكي نفس الطعم، وهتديكي ان شاء الله نفس القوام. ان شاء الله تعملوه ويا ربنا يحسن ما بين ايديكم. وهقول لكم على كل طعم ان شاء الله في اخر الفيديو كان عامل ازاي، لان طبعا المصداقية عنواننا زي ما انتم عارفين. طبعا كل نوع فاكهة كنت بعمله وبشيله في الفريزر على طول. طبعا الايس كريم هيتاكل بعد قد ايه؟ انا كنت عاملاه بالليل، فعشان كده سبته لتاني يوم الصبح. نقدر نسيبه 4 ساعات ل10 ساعات حسب ما انت عايزه. هتقولي 4 ساعات مش هيجمد؟ لا، هقولك على حسب درجة الفريزر عندك. لو الفريزر بيجمد عندك زي عندي كده على طول، فهيتعمل على طول. كان عندي كده بقى ايه نص كيس كده من الشوكولاته، وهو الحقيقه يعني كان باكو كامل، بس يعني ايه ربنا رزق باللي خد منه يعني. حطيته كده على النار على بخار عشان ايه نسيحه. وجبت كده كنت متلجة برضو موز، وهنحط عليه بقى رشة عصرة ليمونة، نص عصرة ليمونة، ولا هيسود معاكي وانسي ان تقولي الموز يسود معاكي خالص. بجد والله العظيم ما كنتش متخيلة طعم الموز هيبقى بالشكل ده. انا عاشقة الايس كريم الموز، يعني بحب الايس كريم الموز بطريقة رهيبة، فكنت بحبه جدا. فبصراحة كنت خايفة اعمله، لانه ايه ممكن خفت ان هو يسود. مش هكدب عليكم، عمري ما فرزت الموز ولا الكلام ده خالص، لا 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 لا، مش بفرز الموز اصلا، فما جربتش ان هو هيسود ولا لا. ولكن انا عملته وعصرت عليه عصرة ليمونة، وبجد بجد النتيجة ابهرتني. جميل جدا جدا يا جماعة، وطعم الموز فيه رهيب. فضينا برضو كده الكمية بتاعت الايس كريم الموز، هو هنشيله. عايزة اقول لكم ان احنا ان شاء الله شجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة، وهعمل لكم سلسلة كبيرة جدا من الايس كريم. طول الصيف هنأكل ولادنا ايس كريم من غير تعب ولا مجهود ولا مصاريف، بجد والله ان شاء الله. بس يعني ايه شجعوني عشان اقدر اعمل لكم كل حاجة. هناخد كده بقى بولة برضو من الكريم جانتي او من الخليط ده، وهنعمل بقى الايه ايس كريم الشوكولاتة. عشاق الشوكولاتة يحضروا هنا بسرعة. عايزة اقول لكم ان انا ولادي اتخانقوا معايا ان انا كنت عاملة منه كمية يعني صغيرة. جبت كده معلقه من الكاكاو الخام الاسباني، طبعا ده احسن نوع ممكن تشتغلي بيه في اي نوع من الحلويات، وهندربه كده على بعضيه.
نقلبه كده، وانا بسيح طبعا الشوكولاتة معايا هاخد منه ايه كده معلقة. ما كانش محتاج، يعني لو عايزة تشتغلي بالكاكاو بس اشتغلي بالكاكاو بس، والله هيديكي نتيجة حلوة جدا ومش هيأثر خالص. يعني مش لازم لا شوكولاتة، عندك نوتيلا ما عندكيش، عندك كاكاو بس، والله العظيم هيبقى جميل جدا. بس انا قلت يعني بما انه يعني عندي وانا بصور، فببقى عايزة اطلع لكم احسن حاجة واحسن ما عندي، وبرضو في نفس الوقت بحاول ان انا الغي لكم حاجات عشان تبقى الوصفة معاكم اقتصادية وان شاء الله تقدروا تعملوا. بصوا يعني ما كانش محتاج والله شوكولاته خالص بجد، بس انا حبيت ايه اعزز اللون كده ويبقى لونه حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص خلص معايا الايس كريم الشوكولاته، بس حبيت احط معلقه كمان، بس والله دي بقى اللي ما كانش ليها لازمه، يعني المعلقه التانية دي ما كانش ليها اي لازمه خالص، كان هو كفايه معلقه واحده مع الكاكاو. وكمان لو مش عايزه تضيفي شوكولاته خالص ما تضيفيش، يعني مش لازم تقولي لا الوصفة فيها شوكولاتة، لا، لانها بتحصل كتير وناس كتير بتسألني لازم نحط كذا على كذا. لا، ممكن اللي بينفع بيتشيل انا بقول عليه من نفسي. تمام. هننزل بقى كمية الشوكولاتة دي ودخلي على طول في الفريزر يا ست الكل اهو. بجد بجد نفسي كلكم تجربوه، لان كده حاجة كده ايه عظمة. طبعا مش هنقدر نقول ان عظمة لان العظمة لله وحده، فبجد بجد حاجة كده جامدة جامدة جامدة، وطعمه رهيب رهيب. يعني بجد انا بقول لولادي قالوا لي بجد طعمه حلو قوي، يعني مش اللي هو هتعملي حاجة بيتي وهتوفقي وهتقولي لا مش هشتري من بره، لا بجد انت مش هتشتري من بره من كتر طعمه الجميل. الحبة الاخرى دولت بقى هعملهم فانيليا، احنا بنحب الايس كريم الفانيليا اكتر، بالذات انا وجوزي يعني بنحب اي ايس كريم فيه ابيض زي الموز وزي الفانيليا، وبالمكسرات بتبقى رهيبة. فحطيت باكوين كده من الفانيليا، وحطيت كمان معلقه قشطه لبن اللي انا طلعتها من اللبن. لو مش موجوده عندك مفيش مشكله، ما تشتريش قشطه، يعني دي حاجه انا عملتها زياده عشان انا عايزه طعم كده يبقى ايه حاجه كده من الاخر. عايزه اقول لكم بجد بجد طعم الفانيليا دي حاجه كده رهيب. فيا جماعه جربوا الايس كريم ده بالطعم ده بجد حلو قوي قوي اهو. بصوا هو ما كفاش في علبة واحدة لان انا خدت ايه العلب، فايه العلب دي طلعت صغيرة فرحت ايه حطها في بولتين كده. بصوا بقى انا كده تاني يوم صحيت كده بقى وكنت بصبح عليكم صباح الفل والهنا عليكم جميعا. بصوا حاجة كده بجد جميل جدا جدا، والشوكولاتة حاجة رهيبة بجد. بصوا بقول لكم شكل الشوكولاتة باين فيها قوي، والفانيليا هو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى كده نحطه في بولات، حطي هاتي كده ايه علب صغيرة ودي ولادك ودي جيرانك. بصوا الكمية عاملة ازاي، والله العظيم يعني حاجة كده جامدة. تقدري تجيبي نص كيلو لبن تشتغلي بيه هيعمل معاكي نتيجة. بصوا اهو شايفه اللي هو الكراميل هاتي بقى وايه وشكلي لهم بقى واديهم بقى اللي هم عايزينه، بجد هيشبعوا منه قوي وهيحسوا ان هو ايه ان هم كلوا بجد ايس كريم. ما تقوليش ده معمول في البيت وطريقة الايس كريم بره غير طريقة البيت خالص، والله ده سر اصلا الايس كريم هو الكريم الحليب المكثف. تمام. اعذروني بقطع كتير، لكن انا عشان في اخر الليل معلش والفيديو نازل لكم متاخر، فياريت بقى ايه تشهيصوني كده باللايكات وتقولوا لي ايه رايكم في القمر والجمال والحلاوه دي. يعني بجد لساني عاجز عن الكلام، بجد مش لاقيه كلام اقوله عن الجمال ده. لما عملت حاجة وصفة وطلعت مش حلوة قلت لكم الايس كريم اللي فات ده بالنسبة لي ما كانش ايس كريم، ولكن حبيت انوه على على الناس اللي بتروح تجرب من القنوات اللي بتعمل اي حاجة وما بتقولش الصدق فيها.
جبت كمان البسكوت ايس كريم ده، انا جبته يعني الواحده كده عامله 2 جنيه ونص، مش حاجه، بس قلت افرح بيه الولاد كده وايه، واعمل تشكيله حلوه برضو كده، اعمل لكم تشكيله حلوه جدا. عايزه اقول لكم يعني حاجه كده عظمه. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك علشان خاطر الفيديو يترفع وان يبقى ايه كده. يا سلام يا سلام، انتوا عارفين وانا بكلمكم كده وبقول لكم الفيديو يترفع، تخيلت ان الفيديو ده ممكن يعني يدخل ترند كده. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، اللي نفسه في حاجه ان شاء الله ربنا يحققها له. والله العظيم يعني اللي معاه ربنا مش هيغلب خالص. بصوا الله الله الله، بجد بجد بقى لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بقى شير الفيديو ده لكل اصحابك وحبايبك علشان خاطر يعملوا الوصفة دي، ووفري بجد والله العظيم، وفري بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ عايزة الشوكولاتة دوقهاني. لا 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 ده انا ادوق لا. صراحة يا جماعة، تحفة بجد يا جماعة. روعة. ناخد كده ايه، ناخد كده واحد. تمام، ندوق ايه بقى؟ الشوكولاتة. انا ما دقتش الشوكولاتة.